بالنسبه للرسم التكتيكي الاخوان اللي ممكن اننا نقدروا على حسب الراي ديالي اننا نتاهلوا به بجداره واستحقاق، حتى في اللعب يكون اللعب يعني يكون في مستوى عالي اللي هي 4-4-2. علاش قلت لكم 4-4-2 الاخوان؟ اول حاجه الكرد غيكون على حراسه المرمى، مفيد غيكون على اليمين، بورغاس والصوابي غيكون بطبيعه الحال كقلوب دفاع. على الجهه اليسرى يعني كظهير ايسر غادي يكون ايمانويل. بالنسبه لوسط الميدان الاخوان كارتكاز وكنسطر على ارتكاز غيكون حريمات. الاخوان اللي مازال ما عارفينش هو ان لا لاحظتوا ان حريمات بعض الاحيان يقدر يتقدم، فهاد الشيء هذا كتبقى قرارات المدرب، كتبقى الشيمه ديال كل مدرب عنده الحق يدير الشيمه اللي بغا ويرسم الشيمه اللي بغا. دونك حنا عارفين بان 4-4-2 ولكن الشيمه كتختلف. اودي ملي كتكون عندنا كره ممكن دير كذا ممكن دير كذا، دونك ما بين مدرب ومدرب اخر كتختلف طريقه الشيمه. انا كنتمنى من لاعب حريمات او من المدرب داكروز انه يعتمد على حريمات كاسوي كلاس، يعني انه يهرس الهجمه، يعني المرتده هو الاول اللي غيكون قاطع الكرات في وسط الميدان، ويكون وسط الميدان مدافع يعني على اين يكون بالجانب ديالو يكون الدراك ما شاء الله عليه لحد الان كيقدم مستوى اللي هو زوين بزاف. كنتمنى من الاطراف او الاجنحه يعتمد على الجهه اليمنى الاخوان، يعني قدام مفيد يعتمد على حمودان. انا كنقول باللي حمودان هو اللي عنده الاختصاص او مثلا عنده المواصفات ديال رضا سليم من ناحيه السرعه من ناحيه المهاره، دونك هذيك الجهه ممكن يلعب حمودان احسن بطبيعه الحال. بالنسبه للجهه اليسرى كنتمنى انه يلعب ادم النفاتي. علاش الاخوان خصو يلعب ادم النفاتي؟ ادم النفاتي كيجيد انه كيلعب بالكره، يقدر يشد الكره، يقدر يلعب لك الكره، يقدر يصنع لك هجمه، بزاف ديال الحوايج. ادم النفاتي كيقدر يدخل لوسط الميدان ويخلي ايمانويل يصعد كظهير ايسر هذيك الجبهه اليسرى. دونك انا كنتمنى من ادم النفاتي انه الا تحت ليه فرصه انه يقدم افضل ما يمكن، وباش انه يبين لداكروز انه الجمهور الملكي عنده الحق باش انه كيدافع على هذا اللاعب، وان هذا اللاعب هو لاعب كبير هو الله عز وجل. بالنسبه للاخوان كمهاجمين خصهم يكونوا، انا كنتمنى ان يكون ايغامان كراس حربه ويكون بجانبه الصهد. علاش؟ ايغامان كيمتاز بالقوه البدنيه وكيمتاز بالمهاره، الصهد كيفيني، دونك غادي يكون ولكن ما يكونوش كراسي حربه تقليديين، يعني يبقاو في الكارو دو زويج حتى تكون الرقابه عليهم حاجه اكيده، والخصم ما غاديش يدافع فقط باربعه مدافعين، فهما غيدافعوا ككتله وكتكتل وغيرجعوا للور وغيعتمدوا على طبيعه الحال غيعتمدوا على المرتدات. ولهذا كنتمنى انه يعتمد على ايغامان، وكنتمنى يعتمد على الصاد باش انهم يقدروا يديروا شي حاجه بجوج. اخوان كرسم تكتيكي 4-4-2 كيف ما غتشوفوا معايا في الصوره، واللي كنتمنى كي قلت لكم بان ادم النفاشي انه يبقى يدخل لوسط الميدان كمتقدم، يعني كيلعب كديس، وبطبيعه الحال ايمانويل خصو يخدم الماكينات ديالو، حيت ايمانويل مؤخرا النيفو ديالو نقص بزاف، وعندي بعض المعلومات علاش نقص المستوى ديالو، فهاد الشيء غادي نرجعوا ليه كيف قلت لكم في نهايه الموسم. كل لاعب التقرير ديالو السنوي شنو كيدير وهذا الموضوع ما بغيناش ندخلوا ليه. على اي حمودان الاخوان طبيعه الحال غيكون مثلا كجناح ايمن، يعني غيلعب قدام مفيد، وممكن ان حمودان ملي كتكون عندنا الكره ممكن انه يدخل مربع العمليات، وبهذا كنكونوا هاجمين بثلاثه ديال المهاجمين داخل مربع العمليات الخصم. كيكون ادم النفاتي كيكون دراك بطبيعه الحال صاعد، ايمانويل كيكون بطبيعه الحال صاعد، مفيد كيكون صاعد، بينما الصوابي وبورغيس كيتقدموا الاخوان باش انهم كيعاونوا حريمات في البلوك، باش حتى الا كانت شي مرتده كيكونوا عندي ثلاثه الاخوان تيكونوا عندي ثلاثه، وانا كمدرب غادي نشوف ما بين بورغيس والصوابي شكون اللي اسرع فيهم، هو اللي كيكون عنده حريه ديال انه كيكون ليبر، وهذاك اللي تيكون ثقيل هو اللي تيكون شاد ليا داك راس حربه اللي تيكون تما، حيتاش ضروري الخصم كيدافع ب10، وبطبيعه الحال كيكون عنده شي مهاجم اللي كيبقى كيتسنى شي هفوه. دونك ديما هذاك اللاعب اللي تيكون ثقيل يعني ما كيجريش بزاف هو اللي تيكون شاد، تيكون صحيح تيكون شاد بطبيعه الحال الرقابه، وهذاك اللي تيكون خفيف هو اللي تيكون حر، ولكن كينتظر مثلا الا كانت شي هجمه مرتده خاصو هو اللي يدير التغطيه.
واغلبيه العساكر كتقول باللي ممكن ان المدرب يعتمد على الكرد ويعتمد على مفيد في الجهه اليمنى، يعتمد على الصوابي مع بورغيس كقلبي دفاع، وكظهير ايسر غادي يعتمد على ترخات. بينما في وسط الميدان كيقولوا باللي غادي يعتمد على ثلاثه اللي هما حريمات كارتكاز بجانبه حذراف وبجانبه الدراق. وكتولاتي خط الهجوم غادي يعتمد بطبيعه الحال على ايغامان كراس حربه، على اليمين ديالو غيعتمد دياكيتي، على اليسار غادي يعتمد على حمودان. بزاف ديال القيل والقال الاخوان وبزاف ديال الناس كتقول، ولكن التشكيله المناسبه على حسب الراي ديالي. كاين اللي غادي يشاطرني الراي، كاين اللي غادي يعارض الراي، وكنتمنى منك انك على عارضتي الراي ديالي تقول لي علاش، يعني جيستيفي لي في لي كومونتير علاش باش نستافدوا جميع. ربما نقدروا نفيدوا المدرب، ربما نقدروا نفيدوا الطاقم التقني، ربما نقدروا نفيدوا الاداره. ولهذا الاخوان كنتمنى انه يلعب 4-4-2، بالخصوص اننا عندنا ضغط جماهيري اللي غادي يكون قوي ان شاء الله باذن الله، وعندي اليقين اننا غادي نتاهلوا ان شاء الله الى اللعيبيه. اعتمدوا لعبوا بالروح ولعبوا بواحد العزيمه والاصرار، وبطبيعه الحال ان شاء الله باذن الله الضغط غادي يكون على فريق اتحاد العاصمه الجزائري. وبهذا الاخوان كنتمنى من لاعبي ديال فريق الجيش الملكي انهم الاخوان بكل زعما منطقيه يعتمدوا على البلوك. علاش؟ في حاله ما الفريق الاخر اعتمد على انه يستحوذ على الكره، ممكن انه يستحوذ عليها عنده في نصف التيران ديالو، ولكن البلوك يعني كنقوم بالبلوك باش انه ما كيجيش لعندي، ما كيدخلش لعندي. فوا كيدخل عندي كنلعبوا متكتلين، كنلعبوا قراب. فوا كيدخل كلغم كنحاصروهم. حيت الا رجعنا للور بزاف وخلينا الخصم انه يدخل عندنا، فكونوا اكيدين انه غادي يماركي. وشفنا الاخطاء اللي طراو في المباراه الذهاب اللي حتى شي واحد ما كان كيتوقع دوك الاخطاء يكونوا، فاخطاء قاتله واخطاء فادحه وحشومه انهم يطراو. اللي فات مات الاخوان، نستافدوا من الاغلاط ديالنا وان شاء الله ما نعاودوش نفس الاغلاط. وكونوا اكيدين الاخوان اللاعبيه خوتنا العزاز ان الجمهور الملكي معاكم وفي جانبكم، ونهار الحد ان شاء الله غادي نكونوا حاضرين بقوه بصوت واحد. عاش الزعيم، عاش الملكي، الحريه الجماهير العسكريه، عاش الزعيم ولا عاش من خانه. فرناندو دا كروز، حنا ماشي ضدك، ولكن حنا ضد القرارات اللي كتاخذ، انك ما كتعرفش حاجه واش نقولوا ما كتعرفش، مي كرأي ديالنا كنقولوا باللي تقدر تكون ما كتعرفش توظف اللاعبين كاحسن توظيف. وكنتمناو اننا نكونوا غالطين، وكنتمناو اننا نحيدوا الضغط علينا ونتاهلوا ونمشيو لمباراه نهار الاربعاء باريحيه تامه. وكونوا اكيدا الاخوان ان شاء الله الا فزنا وتاهلنا ودرنا الريمونتادا في ملعب الكوشمار، فغادي يكون اجتياح لمدينه الدار البيضاء من طرف العساكر، وغادي يكون ان شاء الله باذن الله البطوله عسكريه. تفكروا كلامي. تحياتي لكم الاخوان.